كيف نفهم أن الرئيس محمد مرسي منذ 10 أشهر وهو رئيس لجمهورية مصر لم يلتقي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما؟ أنا التقيت برؤساء دول كثيرة وزرت دول كثيرة، ولكن بقي أيضا هناك دول أخرى لم أزرها. أنا لم أقم بزيارة فرنسا حتى الآن، ولا زيارة بريطانيا حتى الآن، ولا زيارة البرازيل حتى الآن، ولا زيارة أمريكا حتى الآن. زارنا بعض الرؤساء هنا، وزرت أنا بعض الدول، ولم أزر اليابان حتى الآن، ولكن هذا كله مجدول، وسأقوم بزيارة كل هذه البلاد في المستقبل، وليس هناك موانع لهذه الزيارات، وإنما هي مسألة وقت وجدولة وتدرج في تحقيق المصلحة أينما وجدت للشعب المصري. طيب، ماذا حققت للمصريين من هذه الزيارات؟ يعني قمت بعدد زيارات قياسي يعني في 10 أشهر. ماذا جنى المواطن المصري من هذه الزيارات؟ الجني يكون بعد الغرس. أنا أغرس الآن، وإن شاء الله تنضج الثمار وتؤتي أكلها للشعب المصري جراء التعاون مع هذه الدول في كل المواقع، في كل الشرق والغرب، في الشمال والجنوب. طيب، مع جنوب إفريقيا، مع السودان، مع أوغندا، مع إثيوبيا، مع إفريقيا كلها ودول حوض النيل، يحقق استقرار مائي أمني لمصر. عمق وجذور مصر في إفريقيا حاول البعض أن يقطعها في السابق، أنا أغرسها الآن بكل قوة لكي نحافظ على مصالحنا في إفريقيا، ونحافظ لإفريقيا على مصلحتها في احتضان الشقيقة الإفريقية لهم، مصر بوابة الشمال لهم، وهم جذورنا الحقيقية. في الشرق مع الصين، مع الدول الكبرى، مع الهند، مع باكستان، مع دول أخرى ومع كثيرة. روسيا بالأمس. ومع روسيا حدثنا عن هذه الزيارة. ومع روسيا بالأمس. ما سر التوجه؟